بينا عليها يعني فيلم كابوريا والاغنيه بتاعته اللي كسرت الدنيا لغايه دلوقتي بتشتغل في الافراح وفي مناسباتنا السعيده. ايوه ده حقيقي. و يعني انا فرحانه بصفه شخصيه ان الافلام دي الجيل الجديد حتى مركز معاها وشايفه مع انها كانت بتناقش حاجات يمكن تكون بتهم الشعب وقتها مش انا دلوقتي. هقول انا هقول لك حاجه غريبه. كان بيحكي لي صديق شاب، مخرج سعودي، من المخرجين النابهين الشطار قوي، اسمه محمود صباغ. على فكره محمود صباغ هو اللي ورا ترميم افلامي. ليه؟ لانه هو عنده 11 سنه، كان في جده على البلاج على الميه، بيسمع اولاد اكبر منه اولا حالقين كابوريا ومعاهم ترانزستور وعمالين يسمعوا الاغاني. اه فهو كان كولد صغير صبي عنده 10 11 سنه، كان مبهور بالحاله ونفسه يبقى كبير زيهم ونفسه يحلق زيهم وجاكيت وكده. الجلد اللي كان بيلبسه ده احمد في ايس كريم. لا وكمان كان احمد زكي له ستايل معين في بالظبط النضارات بالظبط والاكسسوارز اللي بالظبط. ظهر بيها برضو في الفيلم. فعايز اقول لك ان يعني لدرجه ان مش بس في العالم العربي، فزي السعوديه وزي غير السعوديه، الافلام دي اثرت في جيل كامل، والتاثير ده ظهر بعدين ان رمموا افلامي. يعني الف مبروك بجد احنا الله يبارك مبسوطين قوي. فيك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.